السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن مصطلح التوكن. بدون كلام كتير يلا بينا. أنا طبعا جبت صورة هنا اهيت عشان نبدأ نشرح عليها بإذن الله. مبدئيا بقى إيه بقى التوكن ده، ويعني إيه أصلا، ونستخدمه ليه أصلا يعني. بص واحدة واحدة كده وتعالى نشوف إيه أصلا هو التوكن. بص يا صاحبي، التوكن هو عبارة عن قطعة صغيرة من البيانات. تمام. عبارة عن سلسلة من الحروف والأرقام كده زي اللي كنا شايفينها في البيكريت، يعني حاجة كده مشفرة ما انتش شايف فيها أي حاجة، حروف وأرقام وحاجات عشوائية كده. بتستخدم في إيه بقى؟ بتستخدم لإثبات إن الشخص اللي بيستخدم الموقع إنه مصرح بيه في الموقع فعلا. يعني إيه الكلام ده؟ مثال بسيط. البطاقة بتاعتك انت لازم تمشي بيها. ليه لازم تمشي بيها؟ لانك يا حلو لو اتقفشت في كمين هيمسكوك على طول. ليه؟ لانه مش عارفين هويتك، انت مين اصلا، انت موجود في البلد دي باثبات ايه؟ انتوا حثالة المجتمع وطفلة الحشرة حمار. عايزين نعرفك انت مين، انت عليك قواضي، عليك مش عارف ايه، وهكذا. فانت لازم تمشي ببطاقتك، اهو ده التوكن بقى. لما انت بتخش الموقع، فالموقع عايز يعرف انت مين، انت موجود هنا بصفتك مين بالظبط. زي الفل. تعالى بقى نعرف ايه الدنيا دي. طيب التوكن ده احنا بنستخدمه في ايه بقى؟ بص، بعد ما المستخدم بيسجل دخول، السيرفر بيعمل له توكن ويبعته له، اللي هو ايه، بيبعت له البطاقه بتاعتك اللي انت هتمشي بيها بعد كده. تاني خطوه، كل مره لما المستخدم بيطلب حاجه من السيرفر بيبعت له بطاقته، بيعرفه ان انا يا باشا، انت اللي مديني البطاقه ديت وانا مصرح بيها في الموقع. زي الفل. تالت خطوه، السيرفر بقى بيشوف التوكن ده، هل البطاقه دي صالحه فعلا ولا لا، ولا انت جاي كده بالحب يعني. بس تعالى بقى نشوف المثال اللي قدامنا ونفهم واحدة واحدة. دلوقتي الشخص أو الشخصية ديت عموما عايزة تعمل لوجن. زي الفل. فدخلت على الاند بوينت بتاعت الاوس، وهنا بتعمل لوجن. هنا طبعا هتكتب الايميل بتاعها، اللي هو الميل. تركز طبعا في الخط اللي انا بكتبه فايه، ركز في المفهوم بس. الايميل بتاعها والباسورد بتاعها. زي الفل. بعد ما كتبت الايميل والباسورد، السيرفر كالعاده هيتشيك اليوزر ده موجود ولا مش موجود. داتابيز لو قالت له الدنيا اوكي وفل فل، يا باشا اعمل لي ايه، هيعمل جنريت ل جي دبليو تي. ايه بقى الجي دبليو تي ده بقى؟ الجي دبليو اختصار لجيسون ويب توكن. تعالى كده نحاول نكتبه. نكتب لي جيسون ويب توكن. تمام، ده اصلا اللي هنستخدمه في المشروع بتاعنا. تمام زي الفل. فهنا بيعمل جنريت للتوكن، او انت فوقك يعني من الاسم عموما دلوقتي. وهو بيعمل جنريت لمين؟ لتوكن. زي الفل، اللي هي مين؟ اللي هي البطاقه بتاعتك اللي هتمشي بيها بعد كده. وبعد كده بعد ما يعمل جنريت للتوكن بيبعته لمين؟ بيبعته للفرونت اند، ويقول له خزن يا باشا التوكن ده عندك، عشان لما تيجي تبعت لي طلب بعد كده انا محتاج منك انك تبعت لي التوكن. الفرونت طبعا خزن اللي بتاع عنده والدنيا زي الفل. دلوقتي المستخدم سجل دخول والموقع عرفه والدنيا جميله ومية مية خالص. دلوقتي المستخدم مثلا عايز يخش على الكارت بتاعته، السله بتاعته. فبيعمل ايه؟ فهنا بيبعت الريكوست اللي هي الاند بوينت بتاعت السله اللي هي الكارت. أنا مش عارف دي اسم كارت، ما علينا يعني، اعتبرها انها كارت يعني. والجي دبليو تي البطاقه بتاعتك. تمام. فهنا بقى بيعمل ايه؟ الفرونت اند بيبعت الكلام ده للسيرفر. زي الفل. هنا بقى السيرفر بيعمل فيريفاي للتوكن. التوكن ده حقيقي فعلا ولا انت مزوره. بص هنا بيعمل لك ايه؟ بروسيس ريكوست، بيعالج الريكوست. تمام. بعد ما يعمل الفيريفاي بيعالج الريكوست، وبعدين يرجع الريزلت، وبعدين يرجع لك الريسبونس اللي هي السله بتاعتك. وبعد كده الفرونت اند بيعرضها في الشاشه بتاعته وبيبعتها للمستخدم، وشكرا. هو ده يا باشا التوكن. الدنيا برضه لو مش واضحه معاك، فواحده واحده مع الشغل الدنيا هتظبط معاك اكتر باذن الله. وبس يا صديقي، كده يبقى وصلنا لاخر فيديو النهارده، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد، وسلام.